الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أكلمكم النهاردة عن لعيبة النادي الأهلي. أنا عندي تحليل بسيط كده يعني لبعض اللعيبة في النادي الأهلي. يعني في ناس أنا شايف إن هم ما ينفعش يلعبوا في الأهلي أساسا. يعني على سبيل المثال منهم محمد محمد طاهر. أنا معرفش، يعني قبل كده كانوا بيقولوا إن هو كان جاله عرض، معرفش جاله عرض منين أو هيتباع ما اتباعش. طلب ان هو يقعد، معرفش على اساس ايه. ده رقم واحد. بالنسبة لمحمد شريف، هو ما عندوش مستوى. انا بالنسبة لي انا مش شايف ان ده مستوى مهاجم اصلا، يعني ينفع يمثل النادي الاهلي، خصوصا بعد ان انت كان عندك وسام ابو علي. ففي فرق مستوى رهيب. يعني انت لو انت شايف ان مفيش حد زي وسام ابو علي، يبقى جيب حد قريب من مستوى وسام ابو علي، ما تجيبليش محمد شريف. محمد شريف في ماتش اللي قبل اللي فات، كرة شبه انفراد بيشوطها بعيد، يعني أرضي بعيد عن كل حاجة. آه، مستوى يعني شبه مش موجود. أنا شايف إن المستوى هنا مش موجود خالص. يعني معرفش الناس دي ازاي موجودة في الأهلي. يعني الموضوع صعب. في ناس عليها علامة استفهام في مستواها. يعني محمد علي بن رمضان في أول كام ماتش كان كويس. مستواه نزل بطريقة غريبة، يعني ما بقتش فاهم ماله. مع اني كنت متوسم فيه خير ان هو يعني هيبقى حاجة كويسة في نص الملعب. بالنسبة يعني لكوكا ده، انا معرفش ليه هو بيلعب. هو الماتش اللي فات بتاع الزمالك ماشي، عمل اداء كويس. الماتش بتاع الكهرباء الاسماعيلية يعتبر عمل اداء معقول بشكل ما، يعني اداؤه افضل ومش وحش. بس يعني نتمنى ان هو يستمر على الاداء ده، لان الاداء اللي كان موجود في الماتشات اللي قبل ماتش الزمالك ما كانش فيه اداء اصلا. ومشكلة ان احنا مفيش حد بيلعب برجله الشمال يلعب باك شمال، فدي شيء سيء جدا وشيء ما ينفعش اصلا. ما ينفعش فرقة عايزة تاخد بطولة يبقى ما عندهاش باك شمال اساسا. يعني ما فيهاش باك شمال ومفيش غير باك يمين واحد. في حد تاني برضو يعني علامة استفهام اكبر، عمر كمال عبد الواحد. انا مش عارف هو بيعمل ايه. يعني انا بالنسبه لي كفايه الانفرادة اللي ضيعها في ماتش الزمالك. دي لوحدها يعني تودي في داهيه. في اصرار على كام لعيب ان هم يتمسكوا بهم ويلعبوه في الفرقه دول، انا معرفش ايه السبب. يعني فعلا ما ينفعوش يلعبوا في الاهلي. يعني في الناس دي ما ينفعش تلعب في الاهلي اصلا، بكل حال من الاحوال، بكل المقاييس اللي موجوده في الكوره. ناس مثلا تقريبا ما بتعرفش تباصي. يعني في ناس يعني المفروض ان هي بتلعب كرة محترفين في نادي زي النادي الاهلي، اللي هو يعني يعتبر اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط. المفروض يبقى في لعيبة موجودة ما بتعرفش اصلا تباصي. فدي مصيبة. يعني وتقريبا انا ما شفتش حد بيعرف يشوط من بره المنطقة عدل. يعني ممكن امام، يعني والباقي مفيش. قفشة عنده مشكلة غريبة عجيبة. اخر ماتشين او اخر 3 ماتشات لعبهم الباصات كانت تقريبا مش اقل من نصها غلط. الباصة حتى يعني انا كنت عندي امل فيه ان هو بيعرف يستلم بسرعة ويسلم بسرعة. دي ميزة مش موجودة في لعيبة كتير. يعني هو بياخد الكرة بسرعة ويستلم بسرعة يباصي بسرعة. بس ايه الدقة بتاعت الكورة يعني ساعات كانت بتخونه. ماشي، بس ما يبقاش الباصات غلط اساسا. يعني يعني انت بتباصي للناس التانية بتباصي اوت، فالموضوع صعب. يعني ده يعتبر تحليل جزئي، ده غير بقى طبعا بقية المستويات. يعني الشناوي دايما بيبقى بالنسبة لي علامة استفهام.
هو بيشيل اوقات كتير في الفرقة، بس في اوقات كتير انا نفسي اعرف ليه بتلم ايدك؟ يعني ليه وليه الكرة اللي اتشاطت عليه برضه مع يعني الجون اللي جه بتاع كهربا الاسماعيلية الشوطة دي ما فردش ايده، يعني حتى ايده ما اتفردتش، يعني ايده ما اتفردتش ان هو حتى يحاول عليها. ده هو داخل قافل ايده على اساس ان هي هتطلع اوت. هتطلع اوت منين؟ بأي عقل يعني؟ بأي يعني ما لازم نحسبها صح. يعني المفروض تبقى انت واقف في مكانك بقالك معرفش كام سنة، 15 سنة ولا كام سنة، فانت المفروض تبقى عارف ابعاد الجون اللي انت واقف فيه. يعني تعرف ابعاد الجون، تعرف انت الكرة دي طلع اوت امتى. يعني تفلت منك في واحدة، تفلت منك في اتنين، عادي طبيعي، لكن مش كل مرة اضم ايدي والم ايدي ازاي يعني؟ في حاجات كتير قوي فيها مشاكل بالنسبة لموضوع اللعيبة طبعا. ده غير موضوع المدرب، هعمل له فيديو لوحده، دي قصة تانية هنتناقش فيها ونتكلم عن موضوع المدرب ومحاولات عمل صفقات جديدة ان شاء الله يعني في الميركاتو الشتوي. بتمنى من كل الناس انها تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت، يعني تدينا تعليقات حلوة، كومنتات جميلة، لايكات اجمل، سبسكرايب، اشتراك. بشكر كل الناس على ان انت شفت الفيديو لحد هنا ويا ريت ان شاء الله تتابعوني باذن الله. واي حاجه كنتوا عايزين تسالوا فيها او حاجه عايزين اعمل لها فيديو مخصوص تحليل معين، انا على استعداد ان شاء الله ان انا احلل اي ماتش يعني، وتحليلات وتقييمات لعيبه برضه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.